السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. من كام شهر بالظبط بدأت السنة وانت فعلا كنت حاسس ان انت جامد وهحل كل الكتب ومش هراكم ومش هعمل اي حاجة خالص. وفعلا انت بدأت السنة كده اللي هو داخل بقلب جامد قوي، قعدت اول فترة الاسبوع التاني وانت حاسس بحماس بقى وحماس البدايات اللي هو انا عمال اخده واحله والكلام ده كله. ودلوقتي ادام انت داخل تتفرج عليا معنى كده ان انت فعلا مراكم حاجات وفي حاجات واقعه منك، او بمعنى اصح ممكن تكون حاسس ان الحاله النفسيه عندك مش تمام وده جاي على نفسيتك وخليك اصلا مش عارف تكمل. انت تسال نفسك ازاي اصلا انا اتحولت من الشخص اللي هو بادئ السنه بنفس الطريقه دي وانا بادئ جامد وكل حاجه وكنت عايز احل كل الكتب وما راكمش واروح دروسي بانتظام وانام واصحى بانتظام وكل الاحلام الورديه دي تتحول لشخص عمره ما كان يحلم ان هو كان هيراكم، ودلوقتي بقى مراكم بالفصل والاثنين ولا عارف يمشي في الجديد حلو ولا عارف يراجع القديم ولا عارف يعمل حاجه خالص. وانا فعلا مش جاي في الفيديو ده اقول لك ازاي مثلا تلم المتراكم وازاي لو عليك ماده تجيبها وازاي الكلام ده كله. انا يمكن عملت لك بدل الفيديو كذا فيديو عن نفس الموضوع بتاع التراكمات، ولكن بجد شويه الكلام اللي خارجين من دلوقتي والله فعلا خارجين من قلبي اللي هو انا اصلا مش محضرهم، ويكاد يكون هو ده اول فيديو بجد اللي هو انا ايه اطلع ارتجل كده والكلام يخرج من قلبي على طول ليك من غير مثلا ما احضر حاجه او كده. بص هقول لك على اربع خمس خطوات كده لازم تمشي عليهم قبل امتحانات ثانويه عامه. انت لسه قدامك بدري، لسه قدامك بتاع اكتر من 6 7 شهور بالظبط، حوالي بتاع 7 شهور على الامتحانات، فما تفوتش ال7 شهور دول وتيجي بعد حوالي شهر واتنين تلاقي نفسك لسه واقف في مكانك وتلاقي نفسك انت ما عملتش اي حاجه، وبعد الشهرين ترجع تسالني وتسال غيره وتسال ده وتسال ده، انا مش عارف انا واقع في كذا، انا مراقب، انا عامل كذا، انا مش عارف انتظم. لازم تاخد خطوه من دلوقتي، فحاول كده الكام حاجه اللي انا هقول لك عليهم تطبقهم بجد، والله والله فعلا هيفرقوا معاك. لو انت فعلا عملتهم بنيه خالصه لله سبحانه وتعالى كده وبدات من اول وجديد هيفرقوا معاك والله جدا، وهيفرقوا في نتيجتك ان شاء الله في ثانويه عامه. بُص، أول حاجة لازم تعملها وهو إن أنت فعلًا تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ببساطة والله بجد أنا عايزك تفكّر كده ولو للحظة، أنت دلوقتي عاوز تجيب مجموع وتقول أنا عايز أفرّح أهلي وأنا عايز أفرّح نفسي وأحس إن أنا فعلًا عملت إنجاز. قُل لي هتعمل إزاي الحاجة دي وأنت متأكد مليار في المِيّة إن التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فإزاي أنت تكون مهمل في الجانب بتاع ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بتدعي إن هو يوفقك؟ يعني إزاي؟ أنت كده خلّيك وفكّر فيها ولو للحظة، إزاي أنت هتكون بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وهو هيديك الحاجة اللي أنت عاوزها؟ فأول حاجة بجد لازم تحسّن علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني وأنت بتذاكر هل بجد هيكون في مشكلة إن أنت تصلّي ال5 أوقات في جماعة؟ يعني هل بجد هي دي بقى اللي خلاص هتعطّل وتوقّف مستقبلك وهتضيّع وقتي وأنا والله مش فاضي للكلام ده؟ لأ مستحيل، وأنت عارف من داخلك إن أنت بتضحك على نفسك. الأذان بمجرد ما بيأذن بعدها ب5 6 دقايق 10 دقايق بالكتير أنت بتكون صلّيت وخلّصت، فاللي هو أنت مش محتاج إن أنا أقول لك إن الصلاة عماد الدين، ومش محتاج أقول لك كل الكلام ده كلّه، لإن أنت أكيد عارفه، ولكن محتاج أقول لك إنك أنت لازم تصلّي، يعني اللي هي دي حاجة ما فيهاش مفر، دي حاجة أساسية لازم تكون في حياتك. يعني أنت إزاي هتكون إنسان وفعلًا زي ما بتقول أنت بتذاكر، طب بتذاكر ليه؟ أنا سبق وقُلت لك إن والله، والله توفيق ربنا في ثانوية عامة يكاد يكون معدّي ال95%، واجتهادك بقى بمذاكرتك بكل اللي أنت فاكره إن أنت هتقفّل بيه ده، والله ما يكمّل 5%، شايف والله بجد ما يكمّل 5%. فأنت قُل لي إزاي أنت عاوز تدخل امتحانات أنت فعلًا حاسس إن هي امتحانات مستقبلك والكلام ده كلّه، هتدخلها وأنت عامل 5% بس من المجهود اللي عليك؟ على الأقل اضغط في الجانب بتاع ربنا سبحانه وتعالى واعمل اللي عليك، ما فيش مشكلة لو كلنا بنقع وكلنا بنعمل ذنوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين الأوابين. عارف يعني إيه أواب؟ أواب ده يعني اللي هو بيعمل الذنب ويرجع، بيعمل الذنب ويرجع، بعد ما بيعمل الذنب خلاص هو عارف إن هو ما لهوش ملجأ غير ربنا سبحانه وتعالى، فبيرجع من أول وجديد. ربنا سبحانه وتعالى بجد هيمد لك يد العون، وهو فعلًا هيساعدك ويعينك على ده، ولكن أنت ارجع وانتظم مع ربنا سبحانه وتعالى، صلّي على علاقتك مع ربنا، ادعيه، والله مش باهزر. أنت تكاد تكون ثانوية عامة أنت قاعد في البيت ميزانية تانية أولى ثانوي بتخرج بقى مع أصحابك والكلام ده، فمنكم اللي هو فعلًا تحس إن هو عايش في حالة وحدة، فأنت قُل لي أنت عايش في حالة وحدة بجد مين اللي هيكون جنبك في وقت زي ده؟ والله ما الوقت كان بيعدّي عليَّ اللي هو إيه كنت باقعد كده كان بيعدّي والله عليَّ بجد وأمسك المصحف كده وأفضل حاضنه، اللي هو إيه حرفيًا بجد أنا كنت باحس بطمأنينة، اللي هو إيه أنا فعلًا محتاجه، والله مش بابالغ، بس أنا بجد أمسك المصحف وأحضنه جامد أوي كده، اللي هو إيه أنا عارف إن هو الحل فيه، وأنت كده عارف إن أنت الحل في الجانب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فإزاي أنت تكون عارف الحل بتاع مشكلتك وفي نفس الوقت أنت بتكابر وما ترجعلوش؟ ما تقوليش أصل أنا مش قادر أتغلب على نفسي، أصل الشيطان، أصل الكلام ده، الكلام ده علينا كلنا، ولكن زي ما قُلت الشاطر اللي بيرجع. تاني نقطة ألا وهي الاستمرارية، بتلاقي حاجات صعبة في المنهج كمّل، حاسس إن أنت راكمت ووقعت باب و2 و3 كمّل، والله، والله، والله بجد الاستمرارية دي لوحدها ربنا سبحانه وتعالى هيثيبك عليها ويدّيك حسنات عليها، راكمت، خلاص يا عم عادي كمّل ما فيش مشكلة. والله زي ما قُلت لكم قبل كده، أنا راكمت أجزاء معيّنة، عادي يعني أحيانًا ما أكونش باراكم والله راكمت، كان بيعدّي عليَّ فترات أنا فعلًا مش قادر، وكان بييجي غصبٍ عني، فترات جسمي همدان فيها مش قادر أتحرك من السرير، فترات اللي هو أمسك المادة أفضل قاعد في ال5 صفحات أقعد فيهم 12 ساعة،
فكل الفترات دي بتعدي علينا كلنا، ولكن زي ما قلت كنت بستمر فيها. ايه يعني انا دلوقتي عارف ان انا تعبان، هل انا طول السنه هفضل تعبان؟ خلينا بنتكلم بعقل، لا ده طبعا مستحيل. ولكن التعب ده مده، ولا حتى مده طويله او قصيره او قصيره، ولكن اسمها مده في الاول وفي الاخر، يعني مصيرها وهتخلص. افتكر قول النبي عليه افضل الصلاه والسلام: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. عارف معنى الكلام ايه؟ ان انت القيامه خلاص بتقوم، يعني القيامه بتقوم بقى، والدنيا هتفنى وكله هيفنى وكله هيموت والدنيا خلاص بتنتهي. النبي عليه افضل الصلاه والسلام امر بان انت تغرسها، امر بان انت تغرسها. وده يدل على ايه؟ ان انت ما تفتكرش نفسك مؤخر، ما تفتكرش ان انت عدى 4 5 شهور من السنه فخلاص والله مش قادر اكمل، كده كده انا خلاص مش هقدر اخلص. انت لو في ليله الامتحان، والله هو مش بال، انت لو في ليله الامتحان او في اسبوع الامتحان وما فتحتش الماده خالص وجا في دماغك خلاص انا الاسبوع ده كده كده طول بعرض مش هعمل فيه حاجه، فعلا مش هتعمل فيه حاجه. ولكن لو احتسبت ربنا سبحانه وتعالى ان انت هتعمل حاجه في الاسبوع ده والله هتعمل. لو ما بداتش الماده خالص هتعمل حاجه في الاسبوع ده. ربما يا اخي تسمع فيديو بتاع حل مثلا ولا بتاع حاجه وتدخل تلاقي معظم الاسئله مكرره. هل ده بيرضى ربنا سبحانه وتعالى؟ تالت حاجه ان انت لازم تصارح نفسك بكل الغلط اللي انت عملته، وتشوف نفسك ايه اللي وقعك في الكام شهر اللي فات علشان ما تستمرش معاهم في الكام شهر الجايين. يعني عدى 4 شهور لسه اللي فاضل اكتر من اللي راح، فانت لازم تواجه نفسك كده وتقف واقفه مع نفسك. انا ايه اللي وقعني؟ والله في منكم اللي وقعوا وده فعلا صحبته اللي هو ما كانتش تمام، صحبته اللي جرته لطريق وحش ومش كويس، صحبته اللي ما كانتش بتذاكر فخدوه معاهم وطبعا ما بقاش بيذاكر زيهم. انت لازم تبعد عنه حتى وانت بتعمل الذنوب. ما مثلا ما فيش واحد فينا بيروح يعمل الذنب ويجي يتكابر مع ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما كانش بيعمل الذنب ده. والله يا رب انا وقعت في الذنب ده عشان كذا، وتبدا تدي الاعذار لنفسك. ما تديش اعذار لنفسك. طول ما انت مش بتدي اعذار لنفسك هتلاقي نفسك بتحس بالتأنيب الضمير، والتأنيب الضمير ده غالبا هيجي معاك بنتيجه ايجابيه ويخليك تزود. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاظن انت فهمت المغزى من الايه، وهي انك ما تصرش على الذنب اللي انت عملته، لا اعترف بذنبك. انت الذنب اللي انت عملته اعترف ان انت فعلا عملت كده، وتقول لربنا سبحانه وتعالى قول له فعلا انا وقعت غصب عني، ووعد ربنا ان انت مش هتعود الذنب ده كله. فاول حاجه زي ما قلت ان انت تعترف بايه الحاجه اللي وقعتك، سواء وقعتك وخلتك عملت ذنب او وقعتك في الدراسه وخلتك مش عارف تذاكر. في منكم مثلا اللي قال ان التليفون هو اللي بيوقعه، وهو فعلا اللي بيخليه بيضيع وقته. ارمي يا عم التليفون في الزباله بجد. شوف كل الحاجات بتاع السوشيال ميديا دي امسحها بجد. وانت بتذاكر ابعد التليفون عنك، سيب التليفون مع مامتك مع اختك مع باباك مع اي حد، وقول له انا بعد ساعتين هاخد منك التليفون كده 10 دقائق، وما تدوليش التليفون ده غير بعد الساعتين. رابع حاجه بقى وهو انك حاول تنظم وقتك. تنظم وقتك ازاي؟ انت عندك 5 مواد، يعني بقدر الامكان في الاسبوع عندك يومين 3 اجازه. اليومين 3 دول ما تخطيش فيهم دروس، لازم كده. ليه؟ اليومين دول بجد هيكونوا يوم كده اللي هو يوم مثمر بالنسبه لك. انت تاخدهم اجازه دول، اللي كام يوم اللي انت تاخدهم قصدي هيكون فاضيين من الدروس، يعني هتبدا فيهم من الفجر. ابدا فيهم من الفجر من حوالي الساعه 6 كده معاك لحد الساعه يا عم 12 بالليل. كميه مذاكره والله وكميه انتاجيه. يا دوبك هتذاكر لحد الظهر، تروح من الظهر وتيجي مثلا تتغدى وتقعد شويه، تبدا لحد العصر، من العصر وهكذا. فانت لازم كده كده تكون مخلي عندك ايام فاضيه ان انت تجمع الدروس بتاعتك. يعني في منكم اللي هو مبعصر الدروس بتاعته، ساعتين هنا درس هنا درس مش عارف الساعه 9 اخلصه على 11 لسه هستنى تاني مش هروح دلوقتي عشان علي درس الساعه 1. ده في ساعتين هيطيروا دلوقتي. وما تقولش ان انت هتذاكر بره، انت مش هتذاكر بره، احنا مش بنذاكر في البيت عشان نذاكر بره. فاللي هو انت ايه لازم تجمع دروس ورا بعض على قدر الامكان، برضه تخلي دروسك لازقه في بعضها. هتقول انت ما انا دماغي توجعني مش دماغي توجعني، يا عم انت كده دماغك وجعاك على طول. فاللي هو انت ايه اجمع دروس كلها ورا بعض علشان منه هيوفر وقت ومنه هتروح بيتك بسرعه وتبدا تشوف ان انت خدته وتظبطه وتذاكره. اخر حاجه بقى وهي بجد اتمنى تكونوا بتعملوها، انا كنت بعملها والله بجد وكانت بتفرق معايا، الا وهي ان انا كنت قبل ما اذاكر العاده دي اكتسبتها من ثانيه ثانوي. قبل ما اذاكر كنت بصلي ركعتين، يعني اللي هو ايه خلصت صلاه العشاء صليت السنه رجعت من المسجد باعمل كوبايه القهوه عملتها جنبي كده قبل ما ابدا المذاكره بقى، بتوضى ومصلي ركعتين كله. ويا عم بعد ما تخلص مذاكرتك الكنز الحقيقي قيام الليل، ثم قيام الليل ثم قيام الليل. والله بجد والله بجد هتحس بكميه راحه بعد يومك. لو انت خلصت اليوم، لو انا بقى بنهي يومي خلاص، يعني خلاص انا بنام وبفيص حرفيا، تقوم تتوضى قبل ما تنام كده وصلي ركعتين، ركعه يا عم المهم تعمل اي حاجه ما تستناش بالركعه دي، تيجي قبلها كده واللي هو ايه فعلا تيجي مصلي ركعتين وتقول بقى يا رب خلاص انا النهارده حاسس ان انا عملت اللي عليا، حتى ولو ما قضيتش اليوم 100% مذاكره، ولكن حاسس ان انا عملت اللي عليا.
فيا رب ثبِّت اللي أنا ذاكرته ده وانفعني بيه. وبس كده أكون حاولت أقول لكم كده شوية حاجات وبجد والله هتنفعكم، ولكن أنت جدد النية مع ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة إنك مراقب، المشكلة بجد إن الكلام ده فعلًا ما يأثّرش فيك ولا 1%. زي ما قُلت ما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ييجي لكم الإشعارات بتاع الفيديوهات الجديدة. سلام.